السلام عليكم. استحلفك بالله الا ما تسمعيني بقلبك قبل من عقلك، واعطيني ودنيك شي شويه. الله يرحم لك الوالدين. شتي هذاك الوليد اللي انت ضارب عليه تماره، هذاك الولد اللي تزوجتي وحملتي وولدتيه وكذا وما خليتي ما درتي عليه، ودابا تتفني في عمرك على قبله. لنفترض، خذي معايا هذا الافتراض هذا وراه واقع عند اسر كثيره. لنفترض انك ضربتي عليه تماره وفنيتي عليه شبابك، ومشى الجمال ديالك، ومشات الشعله ديال الحياه، ومشات الشعله ديال العمر، مشى كل شيء على قبل داك الوليد. يعني المنتوج ديالك اللي خرجتي للمجتمع هو داك الولد، العكاز ديالك هو داك الوليد. غيجي الوليد من بعد ما شب ومن بعد ما وقف على رجليه بغى يتزوج ويكمل نص دينه بين قوسين. قال لك الوالده راني غادي نتزوج ان شاء الله تعالى، وقفي معايا الله يرحم الوالدين، وتعالي راه لقيت واحد بنت الناس، ولا اختاري ليا ولا على حساب الصيغه. مشيتو اختاريتو واحد بنت الناس، استقر القلب ديالك عليها، فرحتي قلتي هذه هي اللي غنجيبها عند ولدي، وهذه هي عينيا، وهذه هي كذا وهذه هي كذا. ومشيتي كتجري وكسيتيها وجبتي لها دهازها وما خليتي ما درتي، وبذلتي الغالي والنفيس وتسلفتي باش كملتي ليه العرس ديالو باش درتي. داك الوليد وقف على رجيلاته بنى الدويره. الزوج ديالك قدر الله، الله يحفظه ليه، قدر الله انه توفى، خلاك عند هذاك الدري اللي هو عكازك، هو اللي كاين. البنات راه البنت مسكينه طرتت عليها وراه ما تقدرش تنجم في الغالب الا بعض الحالات. فخلاك عند هذاك الدري عايشه معاه في دارو مع مرته ومع ولادو. جات واحد اللحظه غتلقاي راسك في الزنقه، غتلقاي راسك ما عندك والو، غتلقاي راسك انت كانك ما فنيتيش شبابك وزهرت حياتك، كان الزين ديالك وصحتك وخدمتك وشبابك واهدافك ورغباتك وكذا حتى حاجه ما اتت اكلها، حتى حاجه ما جابت النتيجه. وتلقاي راسك في الزنقه من بعد ما داز العمر كامل، من بعد ما مشى العمر كامل، من بعد ما فنى الشباب. وغتفكري ايام مضت وليالي مضت وسنين ديال السهير وسنين ديال التماره وسنين ديال الصبر وديال التحمل. ربما الزوج قاصح، ربما الاهل ديال الزوج قاصحين، ربما على قبل داك الوليد تتقولي نربيه ان شاء الله ويطلع راجل، هو ان شاء الله راه غيدير لي داكشي اللي ما دارش، داكشي اللي انا كنتسناه راه غيعوضوا لي داك الوليد. غتفاجئي بانه غتلقاي راسك في الزنقه. عندك بنيه اللي هي اختو غتلقى راسها في الزنقه، خوها ما يوقفش معاها. علاش؟ الظروف اللي جايه وهذا العجب اللي جاي في المدونه وهادشي اللي كتشوفوه نتوما دروك. غتلقاي راسك الا هذاك الوليد الله يحفظو ليك، وغير صبري معايا، هذاك الوليد الله يحفظو ليك توفى، بقى المنزل ديالو الدار ديالو اللي هي الملاذ الاخير عندكم بعد الله سبحانه وتعالى، هو اللي غيقويكم من الشارع، غيقويكم من النياب ديال الزنقه ديال الاستغلال وديال المصايب الكحله. هذاك الوليد غتفاجئي بان الدار ديالو ما تكتباتش ليك في الورث، ما غتاخديش منها النصيب اللي كتبوا لك سيدي ربي. اختو ما غتاخدش النصيب اللي كتب لها سيدي ربي. كل شيء غيمشي لهذيك بنت الناس اللي اختاريتيها انت النهار الاول، رغم ان هذيك بنت الناس تقدر تكون انسانه صالحه ما فنيتها والو، لكن كتفاجئ بان داك الشيء ديالها ولا ديالها كلها، رغم انك انت بنت الناس اللي ضاربه عليه تامه حياتك كلها. راه تيقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك، وقبل منه قال الله سبحانه وتعالى وان امراك، قالها الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما، يعني الوالدين. الى امرك تخلى على فلوس كامله وعلى دنياك كلها وعلى رزقك وتخرج تولي خادم ليهم فقط، فافعل ذلك. فما بالك بمنزل واحد اللي هو هذاك المنزل هو وبيني وبينكم اشنا هو اكبر حاجه كيضربوا عليها المغاربه مساكن حياتهم كامله، لا موظفين ولا غيرهم. اللي دار الدار واش ما تمشوش نباركوا ليه؟ واش ما تيديرش مسكين؟ ما فرحته ما قاداه فرحه وكيفني فيها عمره كامل. هي ديك الدار اشنو عند المغاربه؟ ودخلنا عليكم بوجه الله عز وجل الغالي والعزيز. اشنو عند المغاربه من غير الدار؟ تيضربوا عليها تمنه باش يلاه يلاه يوصلوها. وشوف تشوف واللي كيمشي يدخل في عقد ربوي ولا حتى غير ربوي باش يدير الدار ويخلص عليها 25 عام ديال رقبته سداده، وتيولي خاطع وتيولي دليل وتيولي ضارب عليها تماره على قبل باش يخرج من بعد 25 عام بهذيك الدويره. ومني كتلفت فيه كتلقاه ولا عنده السكر ولا عنده الطونسيو ولا كيسخاف ولا مريض ولا كذا، ما تيخرجش من السبيطار، ها هو من سبيطار لسبيطار ومن دواء لدواء، لانه ضرب تماره كلها وفنى زهره شبابه على قبل داك الدار. هذيك الدار اللي هي اساس، الاساس الذي يملكه المسلم الذي يملكه المغربي
تولي هي ما بقاتش ديالو، ما ديال مو، ما ديال اختو، ما ديال عائلته، ديال انسانه وحده مع الاحترام الشديد ليها. تقدر تكون انسانه صالحه، تقدر تكون ما كتسواش، لكن تولي ديالها. علاش؟ تحت مسمى حقوق المراه. وعلى هذه ماشي مراه، الام ماشي مراه، الاخت ماشي مراه، عاد غادي يجي الزوجه كل وحده في حقها. نحكم فيها شرع الله سبحانه وتعالى، شرع الله عز وجل اللي قسم داك الشيء. فبأي وجه حق، بأي وجه حق يخرج البيت من التركة لا يدخل في باب الإرث؟ أي اجتهاد هذا؟ يجب على العلماء أن يخرجوا، أن يبينوا وأن يتحدثوا. ثم الذين أفتوا بهذا خرجوا قولوا للناس، قولوا للناس هل أدلة علاش بنينا، وهل المذهب الذي اتبعناه في بنائنا في استخراجنا للحكم الشرعي وديال هذا الاجتهاد هذا، وخليوا الناس يناقشوا ويعرفوا شنو كاين. راه كاينين الحمد لله علماء اخرين. هذا راه ضرب لاستقرار الاسره، اكبر مصيبه مصاحبه لهادشي كامل اللي نيضروك. والتيارات اللي على بالك اللي باغيه هي اصلا تريب، والحمد لله ما تمكنوش من داكشي اللي كانوا جايين باغين. يلا خاضوا هذاك شويه وهذاك شويه. فيه مشكل، فيه مشكل، وكاين هناك رفض شعبي لهذا الامر. يعني يدعو الى مراجعه الامر، يدعو الى الاخذ بعين الاعتبار والى التريث، كما دعا السرمين وزير العدل السابق، دعا الى التريث في تطبيق هذه الامور وادراجها بشكل رسمي في المدونه، اشاره الى انه هذاك الاجتهاد ممكن يعاد فيه النظر وممكن يدار فيه اجتهاد اخر. اكبر مصيبه مصاحبه لهذا الشيء كامل هي ضرب استقرار الاسره، استقرار الاسره المبنيه على الموده والرحمه. واش هاد الاسر، هادشي اللي كاين في الاسر صافي. كاين غير الحرب وغير المصايب الكحله وغير المشاكل وغير الهموم وغير هادشي اللي كاين. راه كاين اللي ما على بالوش هادشي نهائيا، ما على بالوش نهائيا، لا زوج لا زوجه، لا اهل الزوج لا اهل الزوجه، لا وليدات لا حتى حاجه. والله العظيم الذي لا رب سواه، لا اعرف اناسا الان باقي الارث ديال ابيهم لا يقسم، لم يقسم. وكل مره تيقول شي واحد فيهم واش نتوكلوا على الله كذا، تيقول لي توكل على الله، دير اللي درتي انا معاك ما عنديش مشكل، اللي بغى شي حاجه ياخذها، اللي خلى شي حاجه ماشي مشكل. فاغلب المسلمين، اغلب المغاربه الحمد لله ما على بالهمش داك الشيء، ما كايناش ديك الحرب اللي. فعلاش منوضين هاد الصداع على والو، على الخاوي. واعرف منهم من توفي ابوهم، يعني الجد الكبير، وقسموا الورثه، وكاد الورثه ان ينقسموا ويختصموا من شدة رغبتهم فيه. فتدخل العقلاء منهم، تقول لي شوف ولدي، شوف اخويا، اللي خصاتك خذها من عندي، ما تضاربوش، ما نتفارقوش، ما نتخاصموش، ما كذا، نبقاو خوت. واللي خصاتو شي حاجه ياخذها، والله يرضي عليه، انا كنشوف فيه قدام عيني دروك. وطفى الحرب اللي كانت غتنوض بين. يعني كاينين الحمد لله الناس ديال الصلاح اللي ما على بالهمش هادشي، ما باغينش هاد المشاكل وهاد الصداعات اللي نايضه في الاسره. باغي يربي وليداتو وتربي وليداتها، وباغي تعيش الحمد لله بسلام مع زوجها ومع اهلها ومع كذا، وباغي الاستمرار ديال هذه الاسره في الجنه ان شاء الله عز وجل، وباغي دوك الوليدات يكونوا صالحين ويندمجوا في المجتمع، اندماج فعال واندماج ايجابي الحمد لله، ويكونوا منتجين ويكونوا عباد لله عز وجل على وجه الحقيقه، صالحين ومصلحين، وينفعوا دينهم وينفعوا بلادهم وينفعوا المسلمين وينفعوا الابرياء من الناس، مسلمين وغير مسلمين. وهنا غادي نقول رسالة أخيرة لأي إنسانة، لأي مسلمة ترضى بهذه الأمور. لماذا لا يناقش هذا الأمر إلا أكثرهم إلا الرجال؟ والحمد لله كاينين النساء، كاينين الصالحات، كاينين المصلحات، لكن راه هي اللي خاصها تهضر، هي اللي خاصها تناقش، تقول اودي هذه واحد جوج ثلاثة، هنا واحد جوج ثلاثة، هذه مقبولة، هذه مرفوضة، هذه كذا، هذه. والناس عندما يأخذون تشخيص ويقراو ردة الفعل من بعد جس النبض هذا، يقراو ردة الفعل، غيعرفوا بأن هناك رفضا شعبيا، يعرفوا بأن الناس راه اللي باغين وهل اللي متوجهين ويريدون أحكاما شرعية مستمدة من الفقه المالكي اللي احنا الحمد لله بلادنا واخذة به. فلماذا تم إزالة الفقه المالكي والأخذ من غيره بحال هذه الأمور هذه اللي هي حياتية ضرورية كتنظم حياة الناس؟ أي مسلمة تقبل بمثل هذه الأمور اللي هي بين لها الصراحة والوضوح بأنها مخالفة لشرع الله، أن البيت الزوجية يخرج من، أن الدار تخرج من الإرث وتدخل في كذا، وزيد بقية التفاصيل. أنا بغيت غير هذه لأنه إلا جيتي تناقش كل شيء مشى كل شيء، غيطول الفيديو بزاف. وكاينين بنات الناس الحمد لله اللواتي يرفضن هذا الأمر، وحاشا لله أنها تأكل السحت، وحاشا لله أنها تأخذ،
وديما ديري في بالك انك راه انت هي هذيك بنت الناس، انت هي هذيك الام اللي ربيتي وكبرتي وكتشوفي في ولدك ضروب. هادشي لا تزوج ولدك ولا باقي قبل بالزواج. والله العظيم قريت غير قبيله احصائيه فيها اكثر من 1000 والصرف ديال العقود اللي كانت ستبرم في هذا الشهر هذا وتلغات. حيت صافي الشباب ترجعوا له. ومنهم من اعرفه كان موصلين زميلي كنت عرفتي شي بنت الناس وكذا، ما بقاش يهضر معايا، ما بقاش يناقشني، ماشي غير واحد ماشي جوج ماشي، ما بقاش يجاوب، ما بقاش يهضر، ما بقاش يسول كاع الموضوع. وانا عارف اش غيقول مسكين، لا عاود اتصل ولا هضرنا ولا شنا، انا عارف الجواب ديالو اللي غادي يكون. فهذاك ولدك رغم واخا الا فكر في الزواج، ومني غنضيقوا حنا على جهه الزواج، راه ضمنيا الامر بالشيء نهي عن نقيضه، والنهي عن الشيء امر بنقيضه، ولولا عكس المعنى لما كان للمعنى معنى. بمعنى ضيق على الزواج كيتفتح الباب، كيتهريع، كيتشتت الباب ديال الفتن وديال العلاقات غير الشرعيه والمصايب الكحله. العزوف على الزواج، انتشار العلاقات غير الرضائيه، تمكين الشذوذ والسدوميه والمثليه وديك المصايب الكحله، زيد عليها كثره العنوسه، زيد عليها فين غنوليو، كي غيولي هذا المجتمع. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ ديننا وأن يحفظ دنيانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بيضة البلاد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق الناس المسؤولين لما فيه صلاح الدين والدنيا للمسلمين ولغير المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.